تخيل إنك ماسك شنطتك وجاهز للسفر من غير ما تعدي على سفارات ولا تملى استمارات. جواز السفر المصري بيفتح لك أبواب 55 دولة تكتشفها بسهولة. عارف إنك ممكن تسافر وتشوف الدنيا كلها من غير ما تعدي على سفارات ولا تحضر مستندات ولا تستنى رد؟ أيوة، ده حقيقي. حسب المصري اليوم، مؤشر باسبور اندكس بيقول جواز السفر المصري بيديك فرصة تزور 55 دولة حوالين العالم، وده من غير ما تحتاج تأشيرة مسبقة، سواء كانت التأشيرة بتتعمل عند الوصول أو مش مطلوبة خالص. الموضوع ده بيخليك تكتشف أماكن جديدة بسهولة وتستمتع بتجارب مميزة من غير وجع دماغ. نبدأ بقى بإفريقيا، القارة اللي فيها كل حاجة من الطبيعة الساحرة للثقافات المختلفة. فيها 17 دولة المصريين يقدروا يزوروها من غير تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول بس. السودان مثلا بتسمح للمصريين بالدخول من غير تأشيرة أساساً، لكن لو أنت راجل بين 18 و49 سنة في شروط خاصة. أما السيدات فيقدروا يدخلوا عادي من غير أي قيود. كمان في الصومال بتديك تأشيرة عند الوصول لمدة شهر، وجزر القمر بتستقبلك ب45 يوم من غير تعقيد. كينيا بقى بتخليك تقعد 3 شهور كاملة وتستمتع بالمناظر الطبيعية هناك، ده غير غانا وتنزانيا ومدغشقر، وكلهم بيفتحوا أبوابهم ليك بإقامة توصل ل3 شهور. كمان موريتانيا بتديك تأشيرة عند الوصول، وليسوتو بتوفر تأشيرة إلكترونية لمدة أسبوعين. أما لو دماغك رايحة على آسيا فالدنيا هناك مفتوحة برضه. الأردن بتقولك اتفضل عندنا لمدة شهر. كمان سوريا ولبنان بيستقبلوك لمدة شهر بدون تأشيرة. ولو بتحب البحر بقى والمناطق الهادية، جزر المالديفز مستنياك شهر كامل. ماليزيا بقى واحدة من أجمل الدول في آسيا، بتسمح لك تعيش فيها 3 شهور من غير تأشيرة. شفت بقى؟ وحتى دول زي قطر وإندونيسيا وكوريا الجنوبية بتديك تأشيرات عند الوصول أو إلكترونية بكل سهولة. ده غير فيتنام اللي بتديك تأشيرة عند الوصول. وإيه رأيك في أوروبا؟ صحيح أغلبها محتاج تأشيرات معقدة، بس في دول زي ألبانيا وأرمينيا بيسمحوا بالإقامة فيهم لمدة 3 شهور وبدون تأشيرة. أما مونتينيجرو الجبل الأسود ممكن تقعد فيها 6 شهور من غير تأشيرة برضو. تخيل بس إنك مستمتع بالطبيعة هناك من غير ما تفكر في أي إجراءات مرهقة، يعني من غير أي وجع دماغ. لو بتفكر بقى في القارتين الأمريكتين ففي حوالي 10 دول جميلة برضو مش بتطلب تأشيرات مسبقة، زي الإكوادور وهايتي اللي بتديك إقامة 3 شهور. عندك كوبا مثلا بتطلب بطاقة سياحية بسيطة من السفارة، لكن غير كده الأمور سهلة جدا. وفي دول زي بوليفيا وسورينام بتاخد تأشيرة عند الوصول أو برضو إلكترونية بسرعة، كل حاجة أونلاين يعني. نيجي بقى للجنة البعيدة، أوقيانوسيا من ضمن الدول اللي بتفتح أبوابها للمصريين وبتديك إقامة توصل لشهرين. وكمان جزر كوك وولايات ميكرونيسيا المتحدة من الأماكن اللي تستحق إنك تزورها، وأنا بقولك كده، وكل ده من غير تعب التأشيرات. الميزة الحقيقية للسفر من غير تأشيرة مسبقة هي إنك بتوفر فلوسك ووقتك وتخطيطك، وبيكون أسهل كتير. متعة السفر في إنه يبقى بسيط ومباشر، وده اللي بتقدمه لك الدول دي. سواء كنت رايح تستكشف أو تدرس أو حتى تدور على فرصة شغل، الدنيا مفتوحة لك. ولو فكرت تسافر مش لازم تبدأ بمكان بعيد جدا، ممكن تبدأ بدولة قريبة من اللي على القايمة اللي قلناها لك. خليك مستعد للتجربة واستمتع بكل لحظة. العالم مليان قصص وأماكن كتير تستاهل تتشاف، وكل اللي عليك إنك تاخد أول خطوة وتحجز تذكرتك. قول لنا بقى هتسافر فين؟